انا فخوره قوي وهدمع وانا بعمل لكم الفيديو ده عشان لاول مره هاخدكم تور في شركه جاست جيرل، شركتي التانية بعد شغل سنتين عليها، وكمان هجرب لكم المنتجات. انا هفرجكم على عيالي المنتجات دي. انتوا ما تعرفوش انا اشتغلت عليها قد ايه عشان امسكها في ايدي. انا كنت اقدر اخلصها بسرعه قوي، بس انا خدت في كل حاجه وقت، من اول الديزاين لحد الماده الخام لحد التغليف، عشان تاخدوا تجربه رويال يا جماعه، تجربه ملكيه. المنتجات دي هتبقى احلى حاجه هتضيفيها في الروتين بتاعك. ده مش اي بادي لوشن اللي هو بيرطب، ده فيه مالتي فانكشن، ده بيعمل كل حاجه تقريبا. اول حاجه هو فيه بنفينول، فهو بيهدي الجسم جدا وبيهدي الالتهابات جدا. فمثلا انت عملت شيفنج او عملتي اي حاجه خلت جسمك مش هادي، فساعتها انت هتحطي هيهدي الجسم. انا بيجي لي التهابات دايما لان انا اصلا حساسه، لما بحطه جسمي بيهدى. مرخص من وزاره الصحه، وطبعا فيه 10% يوريا، 10% يوريا عشان جلد الوزه، عشان لو عندك جلد وزه يقل مع الوقت. الترطيب يا جماعه بلا مبالغه بيقعد يومين. كمان نسبه من الساليسيليك اسيد علشان مع الوقت يقشر لك الجلد الميت، وكمان مع الترطيب فبتلاقي نفسك كيكه، عامله كيكه كده. وفي فيتامين اي وفي شيا باتر، في حاجات كتير قوي انا مش هلحق ان انا اغطيها في الفيديو. بس هو مش بادي لوشن، ده مليون حاجه في بعض. بصوا بقى تجربه التغليف بيجيلك ازاي. بيجيلك في كارتون بوكس، وبعد كده بتفتحيه بتلاقي ان هو جاي لك بشرينك كده. بتفتحي الشرينك بتلاقي البلاستيكه دي شرينك. بصوا في هنا كمان بلاستيك، يعني بصوا الحاجه رايحه لحد فين عشان ما يحصلش اي تسريب. تشيلوها كده بس خلاص كده بقى بينزل. قوامه اهو بصوا خفيف جدا، انتوا مش متخيلين يعني الفورميلا معموله ازاي عشان بس تجمع ما بين الترطيب العميق وكمان الخف. صوص في اقل من 10 ثواني. بصوا مفيش اي كريم على ايدي. البينكي بيرل ده ميكس ورود ملكي. الحاجه الثانيه بقى اللي هي الميرميد بريز، الديزاين ده ابني، يعني انا قعدت فيه كتير قوي شهور عشان اطلع الديزاين. ريحته شوجري وفي فانيلا، كمان لسه بيتحط في البوكس اللي هيتشحن لك فيه وفي الفلاير. كلموني بقى عن جمال الليب اويل وحلاوه الليب اويل. بصوا مخلصه منه قد ايه، وترطيب الليب اويل يا جماعه انتوا مش متخيلين. ده انا كان عندي تشققات مزمنه ما راحتش الا منه. بصوا انت مش حاسه انك بتحطي حاجه، بيديكي اللون البينك الهادي. وطبعا مرخص من وزاره الصحه برضه. هيبقى جيم تشينجر لشفايفكم، لان هو فيه كم زيوت ممزوجه مع بعض، مش مديه اي تلزيق. مفيش اي تلزيق، مفيش اي احساس لزوجه او احساس ان في حاجه تقيله على شفايفك، في نفس الوقت ترطيب فظيع. ودلوقتي وقت ان انا افرجكم على الشركه دي. اوضتي انا عملت فيها الايدنتيتي بتاعت الشركه، كلها بينك في ابيض، وعملت فيها مساحات تخزين كتير قوي عشان تكفي. لان انا طبعا يعني وانا قاعده بقى ببقى شغاله، ببقى عامله دراسه كده للبرودكتس حتى من قدامي منهم علشان اعمل فيهم تطوير وكده. مساحات التخزين واضح ان انا متوسطيه فيها، وطبعا المكتبه علشان احط الديكوريشنز وحاطه البرودكتس بتاعتي هنا برضو. تاني اوضه بقى، بصوا ديزاين الشركه كمان احنا عاملينه ذكي بحيث ان هو يدخل على بعض. تاني اوضه هي الاوضه اللي فيها اللي بيطلع منها الاوردرز، دول البنات اللي شغالين على الاوردرز بتاعتكم. هاي يا بنات، عاملين ايه؟ كله تمام؟ الاوردرز بتاعتكم نعمل لها باكينج كده، بتيجي تقعد هنا. دي الباج اللي احنا عاملينها حاليا، يعني بجد جاست جيرل يا جماعه، دي ريوزبل تعرفي تستخدميها تاني. طبعا احنا لسه كمان بنعمل بوكس عشان تبقى اقوى في الشحن، والفلايرز بتاعتنا. وبعد كده ندخل على الاوضه اللي بعدها. دي اوضه المخزن. احنا مرتبين كده المخزن بحيث ان هو يبقى اسهل في الجرد واسهل في ان احنا نحصر المنتجات وكده. وطبعا عاملين تهويه محترمه علشان البرودكتس وكده تبقى اخده تهويتها. وفي اوضه كمان برضو لباقي التيم. ورجعنا اوضتي العزيزه تاني. طبعا واضح ان اسم جاست جيرل حرفيا في كل حته. الحمد لله يعني ده حصيله شغل سنتين، واتمنى تكون التور عجبتكم. وهستنى رايكم طبعا في التور. ولو عايزين تشتروا المنتجات عندكم الويب سايت في صفحه جاست جيرل احنا سايبينه في البايو، وبرده هنسيب لكم رقم الواتساب.